اللي شاف الفيديو بتاع ماتش اسوان هيعرف ان انا قلت ان ده الشكل ده هيحصل. كويس ان الاهلي اتعادل النهارده، كويس ان الاهلي اتعادل النهارده، ومع ذلك سان داونز مش دايس بنزين. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خالد نصر في اسيست فيفو. الاهلي بيتعادل 2-2 مع سان داونز بالقاهره في وسط اداء غريب عجيب رهيب. الشوط الاول تحديدا، الشوط الثاني بعد التغييرات الامور اتظبطت شويه، لكن سان داونز ما كانش دايس بنزين. تشكيل النادي الاهلي: بدأ الاهلي بحراسة المرمى محمد الشناوي، محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، اتنين قلوب دفاع. اليمين متولي، على الشمال محمد عبد المنعم، قدامهم اتنين ارتكاز: اليو ديانج ومروان عطية. على اليمين حسين الشحات، على الشمال احمد عبد القادر. صانع العاب محمد مجدي قفشه، وفي الامام في الهجوم بيرسي تاو. طيب، ايه رايك يا عم خالد في الماتش؟ ماتش زي الزفت. متوقع ان الاداء هيبقى كده. متوقع ان كولر مش هيبقى عنده خبث كالعاده وحيله في الملعب، وده حصل فعلا. في اخطاء جديده ابتدت تترسخ وتثبت مع كولر، ودي اخطاء فنيه مش هتخلي الاهلي يكمل الفتره الجايه. مش هتخلي الاهلي يكمل الفتره الجايه. ايه يا عم الاخطاء دي؟ احمد عبد القادر، انت كمدرب، ما هو في حاجتين: يا اما انت بتقول له هو مش بيسمع كلامك، يا اما انت مش بتقول له. وفي كلتا الحالتين كارثه. احمد عبد القادر ما بيلعبش مع حد، احمد عبد القادر ما بيعملش عرضيه، احمد عبد القادر مش عارف يلم واحد بواحد، احمد عبد القادر ما بيخشش يكسر ويشوط زي ما عمل في ماتش فلامينجو. احمد عبد القادر عنده نواقص كتير جدا، المدرب مش بيكلمه عليها، ومع ذلك هو بيلعب اساسي في كل الماتشات، كل الماتشات. طيب، محمد مجدي قفشه، اسالك انت كمدرب: محمد مجدي قفشه ملوش اي بصمه من ساعه ما جيت ومن قبل ما تيجي. يعني ما اقدرش اشيلك انت اداء محمد مجدي قفشه، لا. هو اداؤه كده من ايام موسيماني، ايام سواريش، ايامك انت يا عم كولر. فانت شايف صانع العاب ما بيصنعش. طب انا استفدت ايه؟ ما اعرفش. محمد هاني وضربه الجزاء: كولر لو فعلا عارف كل كبيره وصغيره في الفرقه، استحاله يخلي محمد هاني يشوط. استحاله يخلي محمد هاني يشوط ضربه الجزاء، استحاله. علي معلول مهما كان يشوط، مهما كان هو اللي يشوط، مش هو. يبقى للاسف بيرسي تاو، مجدي قفشه، حسين الشحات، لكن مش محمد هاني خالص خالص. يا جدع خلي متولي بيشوط، متولي بيشوط الا ده. يعني انت اخدت ابعد احتمال. هو قال في المؤتمر الصحفي بعد كده ان محمد هاني بيشوط في التدريبات ضربات جزاء كويس، وهو اللي طلب. فيعني طبعا حاجات كتير في الماتش مضايقاني. ايه تاني مضايقك؟ في حاجه فنيه جديده ظهرت في الاهلي، وهي ان قلب الدفاع مثلا جنب محمد هاني متولي هو اللي بيطلع يغطي في نص الملعب ناحيه اليمين، وده خطأ. انا بتفرج على كل الفرق اللي بيعمل الكلام ده. نص الملعب يا ديانج يا مروان عطيه. يعني في كذا هجمه هتشوفوها، لما الهجمه بتترحل سنه، اللي بيبقى في القلب، اللي في القلب الدفاع بيدافع بدماغه، يا معلول يا محمد هاني. ازاي يعني؟ ازاي المفروض واحد من اتنين قلوب الدفاع هو اللي يطلع في هجمه زي دي، هو اللي يطلع في ضربه الراس مع مهاجم سان داونز؟ كان عندهم اتنين لعيبه على فكره مميزين جدا. شالوا ليلي، ده مهاجم عظيم. وكان في تقريبا واحد ناحيه اليمين اسمه مش عارف ميولولا كاسيوس ميولولا. الاسم ده معلق معايا، لعيب كويس. اللعيبه دي عندها سرعه مش عند لعيبه الاهلي، سرعه مش عند لعيبه الاهلي. عندهم مهاره مش عند لعيبه الاهلي. عندهم ثقه مش عند لعيبه الاهلي. نرجع كولر عنده الحته بتاعت ترحيل قلب الدفاع، دي هتخلي الاهلي يشيل زلط. سان داونز ما كانش دايس بنزين، طبعا في اول تسديده لاحمد عبد القادر في الدقيقه الثانيه او الثالثه. ايه رايكم فيها؟ ها، ايه رايكم فيها؟ ما علينا.
ما علينا. الهدف اللي جه على الاهلي، محمد هاني ومتولي مش قادرين يضغطوا على الراجل ان هو يلعب عرضيه. طب في اللعبه دي فين محمد عبد المنعم؟ مش موجود. اسلوب لعب كولر مخلي فيه تفكك دفاعي في الخلف، تفكك دفاعي في الخلف خالص خالص. طبعا الهدف اللي كده مصيبه، مصيبه. يعني يعني الناس مش هيلاقيها علي معلول، لا ما يشيلهوش علي معلول، لا ده الراجل جاي من اقصى الغرب لاقصى الشرق عشان يغطي اخطاء ناس مش موجوده في اماكنها اساسا، اللي هو متولي ومحمد عبد المنعم، الاثنين مش موجودين في مكانهم اساسا. مروان عطيه واليو ديانج ما بيغطوش النواقص اللي ورا، في نواقص ورا مش بيغطوها. طيب ايه تاني في كولر؟ دي بقى انا قلتها في ماتش اسوان، قلت في ماتش اسوان انت قعدت ليه حسين الشحات؟ خشوا شوفوها في الفيديو بتاع ماتش اسوان. انت قعدت ليه حسين الشحات واحمد عبد القادر لحد الدقيقه تقريبا 80 وانت اصلا هتلعب بيهم ماتش سان داونز، وسان داونز ده حرب بدنيه، حرب بدنيه. طيب قلت حسين الشحات هتلعبه في ماتش سان داونز لان مفيش غيره في المكان ده وهو احسن واحد، يعني هو احسن واحد في المكان ده وفايق. افوق لاعب حسين الشحات في الجزء الامامي، افوق لاعب. وقلت هتلعب باحمد عبد القادر في الحته دي لان مفيش غيره، ولا عايز تدي طاهر ولا عايز تدي كهربا ولا عايز تدي اي حد. طيب انت هتلعب بيهم ماتش سان داونز، في ماتش اسوان مقعدهم ليه لحد الدقيقه 80؟ فاوريدي بدني بتاعه مش هيبقى كويس. شوفنا احمد عبد القادر بدني مفيش، حسين الشحات الى حد ما بيجاهد في سبيل الله، بيجاهد، مش قادر، مش قادر. وعلى فكره حسين الشحات لو البدني بتاعه كويس كان قعده لحد الدقيقه 90، لكن البدني بتاعه مش كويس. فهو كولر مش قاري ترتيب الماتشات، واريح ده امتى وما اريحش ده امتى. يعني ماتش اسوان 3-0 الشوط الاول، خلصت الماتش، خلص الماتش. اهم لعيبه تطلع حسين الشحات اللي انا هلعبه، احمد عبد القادر اللي انا هلعبه. شوف بقى مروان عطيه مع انه يعني عمل ماتش مقبول النهارده، لكن في هجمات خطيره خطيره المفروض مروان عطيه يكون واقف في المكان ده ويقطع، ما بيقطعش قطعه واحده الجمهور كله قاعد يسقف عليها. والجمهور بيعمل نفس اخطاء الماضي، بيهيج على لعيبه لسه ما عملتش اي حاجه، بيزيد بلعيبه ما عملتش اي حاجه. يعني مروان عطيه عمل ايه مع الاهلي؟ بيقول لك ده هيبقى مش عارف إيه. يا جماعه اصبروا على اللعيبه، انتوا اللي بتنططوا اللعيبه على النادي زي ما حصل مع قفشه. بمجرد ما جاب القضيه خلاص مش عايزين حاجه تاني منه، وحصل ما اداكوش اي حاجه تاني. نفسي لعيبه الاهلي تبطل القصه دي. معانا كام صوره عايزين نبص عليها مع بعض ونشوف ايه الدنيا، ايه الدنيا. يلا نشوف. اول تسديده اللي قلنا عليها اهي، واحمد عبد القادر دي تتشمع في الجون، لكن طبعا احمد عبد القادر بيظهر كل سنه مره، زوروني كل سنه مره. هنا تسديده من قفشه، وما ادراك ما قفشه. قفشه بيطلع لك كل 100 سنه مره، مره في القاضيه، مره مش عارف فين، هي مره وخلاص. تسديده طبعا ملهاش اي لازمه. هنا تسديده مروان عطيه، ايضا تسديده شكلها حلو لكن ما جاتش في المرمى اساسا، ما جاتش بين الثلاث خشبات. هو السولية للاسف اللي لما بيحاول يسدد بتطلع شكلها كويس وبتروح للجون. هنا تمريرة بينية جميلة لكن بيرسي تاو سرعة مفيش، سرعة مفيش. هنا تمريرة بينية جميلة، فين علي معلول هنا؟ فين اللي وراه هنا؟ فين مروان عطية هنا؟ فين اليو ديانج هنا؟ طبعا الراجل هرب من الرقابة وسدد تسديده، لكن طبعا بصوا مروان عطيه جاي متاخر، ده محمد عبد المنعم، علي موجود، علي معلول مش في الصوره اصلا. اليو ديانج اهو بصوا واقف فين، ماشي. هنا تمريره بينيه ايضا، كل ده الشوط الاول، كل ده الشوط الاول. دي لو اتلعبت كده ازاي الحال وازاي الصحه؟ ما علينا. اخطاء قلت عليها كتير كتير. هنا طبعا فاول وعرضيه من علي معلول لكن مفيش اللي يطلع يهدف. لعبه تانية ايضا، بص الراجل ده لو طلع كده لكن ما طلعش، انا قلت سان داونز مش دايس بنزين،
الراجل ده لو طلع كده وانطلق وده هيطلعه انفراد. بصوا محمد هاني بقى فين؟ الله، امال فين متولي؟ فين محمد عبد المنعم؟ اما محمد هاني هنا، امال فين كل الابطال دي؟ اتلعبت، وطبعا مروان عطية جاي من اخر الدنيا عشان يقطع. لكن على فكرة الناس فرحانة باللعبة دي. لا يا جماعة، دي لعبة تتاخد على مروان عطية مش ليه. انت فين؟ انت جاي متأخر جدا اساسا. اللعبة دي لو اتلعبت اسرع من كده هدف. ده الهدف اللي كل لعبة قلت يا جماعة الزاوية المقابلة فاضية في كل هجمات اللي بتيجي على الاهلي في كل الماتشات. اي كرة عرضية هتتلعب على البعيدة هدف. هنا طبعا علي معلول هو اللي بيغطي اللعبة دي. يا جماعة ما يتحسبش قوي يعني. علي معلول بصوا فين بيغطي ايه. فين محمد عبد المنعم؟ فين متولي؟ فطبعا مش علي معلول اللي يشيل القصة دي. هنا ضربة راس من قفشة. في ألعاب أخرى أو مع لاعبين آخرين ضربة رأسية بمنتهى القوة وهدف، لكن قفشة نايتي يا نايتي، نايتي يا نايتي. دي عرضية. بصوا بقى وقفة اللعيبة، بصوا قفشة فين، بصوا مروان عطية فين، بصوا الشحات فين، بصوا هاني فين. وده علي معلول بيشوح للناس يا جماعة الحقونا انجدونا. والراجل طلع لعب ضربة رأسية جميلة لكن بره. لكن شفتوا وقفة اللعيبة؟ شفتوا كولر لما بيهاجم الوقفة الدفاعية بتبقى عاملة ازاي؟ مصيبة. تسديدة من قفشة في آخر الشوط الأول، وبرضه زي ما قلنا، وبرضه زي ما قلنا دي هجمة بتاعة ضربة الجزاء. أحمد عبد القادر واقف ليه الوقفة دي؟ يا جماعة تخيلوا دي مش ضربة جزاء وبيرسي تاو عدى من المدافع. فين أحمد عبد القادر هنا يا جماعة؟ فين؟ بصوا واقف ازاي، ما اتحركش، ما بيتحركش، ما بيتحركش خالص. طبعا ضربة جزاء واتصدت لأن محمد هاني مش متخصص فيها. هدف جميل من محمد عبد المنعم. تخصص، تخصص. برضو فين هنا على الشمال احمد عبد القادر؟ ها يا جماعه اللي بتقولوا احمد عبد القادر سوبر وجميل، ها؟ هو للاسف متصدر اللقطات السيئه، متصدر اللقطات السيئه احمد عبد القادر. هنا تسديده من سان داونز والشناوي بياخدها على مرتين. لكن بصوا اللعبه دي مهمه ازاي. بصوا ياسر جرى يأمن الكوره عشان الهدف التاني اللي دخل فينا محمد عبد المنعم. انتوا عارفين عمل ايه؟ تسديده، وده كان انذار ان احنا هنسدد من هنا، احنا هنسدد من هنا عشان احنا بنجيد دي. وفعلا سددوا، وفعلا سددوا. دي لو كانت راحت شمال بقى، شماله، ها، لو غمزها بشماله كده كانت هتبقى هدف. هنا هدف لحسين الشحات جميل جدا، اللي هو افضل لاعب في الاهلي الفتره الاخيره في الجزء الامامي. هنا الهدف بتاعهم، وانا قلت بص بقى مروان عطيه بيتمشى ازاي. فينك يا باشا انت؟ فينك؟ اتشاطت شوطه جميله جت في القائم، اتردت، الشناوي قام بسرعه، محمد عبد المنعم لعب باليه. هي تتقال كده، محمد عبد المنعم هنا لعب باليه اهو. الله عليك، ما جراش يأمن الكوره زي ما عمل ياسر ابراهيم اهو. بصوا حاجات غريبه بتحصل. هنا محمد شريف لما الراجل لما كده وريحها لعلي معلول، دي على البعيده. علي معلول المفروض على البعيده، يا اما تسديده في سقف الشبكه هدف، لكن ما علينا. الشناوي واخر الماتش لعب كورتين حلوين جدا 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 منهم دي، لكن طبعا بيرسي تاو الشناوي بيلعبها له، لكن بيرسي تاو مفيش اي سرعه، مفيش اي سرعه. وللاسف للاسف لعيبه الاهلي زي ما انتم شفتوا في الصور في كوارث، كوارث في الفرقه، كوارث في الفرقه. وديكوا شفتوا، وشفتوا مين متصدر اللقطات السيئه. متصدر اللقطات السيئه احمد عبد القادر. كل الهجمات المهمه مش موجود فيها، كل المواقف الدفاعيه المهمه مش موجود فيها. لو موجود يا جماعه حد يقطع الماتش ويبعت لي، لو موجوده حد يقطع من الماتش ويبعت لي. لو موجود بيجي متاخر بعد ما كل حاجه تكون خلصت. فطبعا يعني الوضع سيء جدا 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 في الاهلي جدا. التغييرات طلع قفشه، هو طلع السيئين عشان بس نبقى ايه متفقين، طلع كل السيء. ولما طلعوا الوضع اتحسن. قفشه
واحمد عبد القادر نزل مكانهم كهربا، وتقريبا مين، طاهر محمد طاهر نزل من بدايه الشوط الثاني مكان قفشه، واحمد عبد القادر من الدقيقه 70. تقول لي قفشه يقعد قد ايه في الملعب؟ اقول لك ما يقعدش 10 دقائق. احمد عبد القادر يقعد قد ايه في الملعب؟ اقول لك ما يقعدش 5 دقائق. فده قعد شوط كامل، وده قعد الدقيقه 60 او 70. بعدين في الاخر طبعا نزل خالد عبد الفتاح مكان محمد عبد المنعم لانه اتصاب، ونزل محمد شريف. تغييرات عاديه جدا، يعني ما تقدرش ايه تقول كولر فيها مش عارف ايه، لا عادي عادي. هي دي لعيبتك، دي اللعيبه اللي عندك. لكن تاخد على ايه؟ تاخد عليه ان قفشه بدأ بيه مستواه لا يصلح، تاخد عليه احمد عبد القادر. طيب حاجه مهمه جدا بقى، حاجه مهمه جدا، احمد قندوسي احنا شفناه، احمد قندوسي شفناه لعب في الماتش الاخير 10 على 10، 10 على 10. فين هو؟ فين؟ شفناه حتى في الجزء من الهلال، لعيب في نص الملعب مهم جدا، مهم جدا 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 جدا. فين؟ مفيش. عندك جبهة كريستو، الجبهة اللي بيلعب فيها كريستو سواء هنا او هنا، اللي عارفه انه بيلعب شمال او يمين، اللي عارفه يعني، المهم ان هو جناح وينج، وانت عندك الوينجات متنيله ب 60 نيله. هو فين؟ ما دي يا جماعه صفقات جايه بفلوس، هي فين؟ واللي يغيظك ان الفرقه محتاجاها، يعني الفرقه محتاجه اللعيبه دي اساسا. يعني مثلا لو لعيب نزل عمل اداء وحش مش هيبقى اوحش من موجود. يعني تخيل كده احمد قندوسي مكان قفشه، لو عمل اي حاجه انت كجمهور هتتقبلها، لان قفشه ضايع اساسا، قفشه مش بني ادم، مش بني ادم والله. فاحمد قندوسي فين؟ معرفش. كريستو فين؟ معرفش. طب ايه يا جماعه ده؟ حد يفهمنا، يعني حد يطلع من الجهاز الفني يفهمنا اللعيبه دي وضعها ايه، اللعيبه دي وضعها ايه. طبعا شفنا حاله الاهلي الفنيه مش كويسه، الاهلي عنده تفكك دفاعي مصيبه، مصيبه والله العظيم مصيبه. بنشوف مجرد ترحيله بسيطه في الدفاع بتلاقي اللي واقف جوه ال6 يارده جوه ال 18 علي معلول لوحده في ضربه الراس. شفتوا ضربه الراس بتاعت اول الشوط الثاني؟ اللعيبه كلها واقفه في حته وبتطلع. يعني اللي يغيظك اكتر ان اللعيبه كتير واقفه على اللاعب اللي هيلعب العرضيه، والعرضيه اتلعبت وجميله، عرضيه اتلعبت مش مثلا طلعت وحشه عشان هما ضايقوه، طلعه جميله. فالاهلي ما بيعرفش يضغط. حاجه تانية اختها حصلت في ماتش فلامينجو، انت كسبت 2-1، انت كسبت 2-1 والفرقه اللي قدامك اعلى منك فني وبدني، خلاص احترمها، اقول لها احتراما ليكي انا هقدر الموقف وارجع ورا وامن دفاعاتي والعب على الهجمه المرتده، لان ظروفي هي كده. يعني اعمل ايه؟ يعني اسحب بيرسي تاو اللي ملوش 30 لازمه وانزل حمدي فتحي ستاره، اعمل ستاره انهي بيها الماتش. عملت كده ما عملتش كده. في ماتش فلامينجو 2-1 والنتيجه ليك وكسبان وعايز تهاجم، الفرقه اللي قدامك اعلى منك فني وبدني، ايه اللي حصل؟ خسرت. طب ماتش امبارح لو كان قعد شويه كمان كنت هتخسر. كل ده يتاخد على كولر، كل ده في الماتشات الكبيره المهمه هنزعل، هنزعل. توقعي ايه للفتره الجايه؟ مش حلو. اتمنى ايه؟ اتمنى ان كل لاعب يعمل اللي عليه واكتر، اتمنى كولر يفوق اكتر من كده، اتمنى اشوف الصفقات الجديده، ونتمنى للاهلي من اهلاوي للاهلاويه وللنادي الاهلي نتمنى كل خير، وفريقنا يبقى احسن فريق، يبقى احسن فريق. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك. شكرا.